السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعت لكم تاني في فيديو جديد، فيديو مليان بالطاقة الإيجابية والحماس. بتحب الليمون المعصفر اللي بناكله كده من السنة للسنة وبيفكرنا بشهر رمضان؟ النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل الليمون المعصفر لشهر رمضان بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ان شاء الله. هتجيبي 2 كيلو ليمون وانت جاية كده من السوق. هتاخدي منهم كام واحدة اللي هي الكبيرة اللي مليانة مية. لما تيجي تنقي الليمون اللي هتعصفريه، نقيها متوسطة. انا نقيته متوسط، بس ايه، كان في كام واحدة كده كبيرة اخدتهم معايا، هنحتاجهم دلوقتي هتعرفي ليه. وبعد كده هتغسلي الليمون بتاعك كويس جدا، تأكدي تماما ان هو نضيف. وهتبدأي تفتحيه 4 كده من فوق، مش من الجنب، من فوق، من عند النقطة اللي انت شايفاها دي كده، وتفتحي الليمونة معاكي 4. وحاولي وسعي الفتحة بتاعتك شوية، يعني انزلي بالسكينة لتحت اهو. يبقى احنا ما نقعناش الليمون، ما سلقناهوش، هي الليمونه كده صحيحه معانا. هتعملي بطريقه المطاعم وطريقه المحلات، بيبقى كده معاكي زبده. والله يا جماعه الطريقه دي ان شاء الله باذن الله مضمونه، انا بعملها بقالي كام سنه ما شاء الله ما غيرتهاش. وهي زي ما تقولوا بقى بقت عاده، يعني حتى لو بصي، لو يعني اقول لك ايه، بقت ادمان. يعني ما تقلقيش وتقولي ده الليمون ازاي من غير ما يتنقع ولا يتسلق. جربيها بس بنفس الطريقه كده ان شاء الله باذن الله هيعجبك. يعني كل اللي عليكي ده انت هتجيبي بس ب20 جنيه ليمونه، جايبه الكيلو ب10 جنيه. اخدت منه كده كام واحده كبيره وركنتهم على جنب. وبعد كده فتحت الباقي من فوق زي ما انت شايفه. وبعد كده هجيب ب5 جنيه عصفر وب5 جنيه حبه البركه. انا كنت مزوده العصفر، قلت يعني ايه، ممكن ما يكفيش او حاجه، فانا محتاجتش غير اللي هو ب5 جنيه عصفر وب5 جنيه حبه البركه. هضيف معايا كده الكوبايه اللي معايا دي كبيره، فحطيت كيلو، يعني كوبايه الا ربع ملح. حابه تحطي شطه حمرا برضو حطي، اختياري براحتك. وبعد كده هتقلبيهم كده في قلب بعض. يبقى العصفر وحبة البركة والملح. مكوناتنا تاني: ب5 جنيه عصفر وب5 جنيه حبة البركة، وكوباية الا ربع ملح لو هي الكوباية الكبيرة قوي. لو كوباية الشاي هي كوباية. انا دايما بحب في المخللات احط معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة كركم. دي برضو تعتبر مادة حافظة، وانا الصراحة اول سنة اعملها لاني عملتها في الزيتون وعجبتني، فانا اول مرة اعملها في الليمون ده. هبتدي بقى كده احشي الليمونة بتاعتي بنفس الشكل كده. هتفتحيها كده ال4 فتحات اللي انت فاتحاهم، وتوسعي الفتحه بتاعتهم كده وتحشيهم الملح والعصفر وحبه البركه. والكركم زي ما قلت لك اختياري، يعني لو مش عندك عادي تقدري تستغني عنه. البرطمان بتاعك يكون طبعا ناشف، ما يكونش فيه ميه عشان ما يعفنش معاكي. ما تقلقيش خالص من الطريقه دي، الطريقه دي مضمونه 100%. هبتدي بقى انزل كده في البرطمان. المخلل ده يا بنات ما بتحطلوش ميه ولا هتغلي ميه ولا اي شيء، هو كده مع نفسه كده بيملح نفسه بنفسه ويبقى دايب كده دوب. لما تيجي تفتحي عليه ان شاء الله كأنك مطلعه كده ملبن. بس ده بيطول شويه، يعني يعني لو هتعملي اعمليه من دلوقتي عشان هو بياخد شهرين يستوي فيهم. وتفتحيه على اول رمضان بقى كده حاجه زي العسل. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. عايزين كده واحنا بنكمل الفيديو مع بعض ما ننساش نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحط لايك ونشترك في القناة لو لسه ما اشتركناش. حبايبي اللي بيتفرجوا ينسوا يحطوا اللايك، يا ريت ما تنسينيش. وبشكر جدا حبايب الضيوف الجداد اللي دخلوا عندي، نورتوني وشرفتوني وكترتوني، ما تحرمش منكم يا رب. هبتدي بقى ارصه كده في البرطمان معانا اهو، بنفس الشكل كده. طبعا بنتي قالت لي يا ماما هتزودي لنا احنا حبه شطه، فانا حطيت الشطه. الشطه برضو اختياري زي ما بقولك. كام ليمونه اللي احنا شلناهم دول على جنب، هما ممكن يكونوا اقل من نص كيلو شويه اهو ما شاء الله. هبتدي بقى اعصر في الليمون اللي انا قسمتها نصين. لو عندك العصارة يكون احسن برضو. انا عشان اتأكد تماما ان انا اخدت من كل ليمونة المية اللي فيها عملتها بالطريقة دي كده. مش هتاخد معاكي وقت خالص، وفجأة تلاقي نفسك كده خلصتيهم. هضيف حبة الليمون دي كده كده على الليمون المتعصفر معانا اهو.
بنفس الشكل كده. طب والقشر هترميه؟ لا، ما انا جايلك في الكلام اهو. دول اتفضلوا معانا اللي هم حبة العصفر والملح وحبة البركة. هقلبهم كده في قلب القشر ده. القشر ده بيبقى احلى من الليمون كمان اهو. هنزله كده بايديا وابتدي اكبس كده الليمون بتاعي عشان لو فيه هوا او فيه اي حاجة يخرج معانا. هتجيبي برضو حوالي نص كوباية زيت وتحطيهم على الوش. الكوباية اللي معايا دي كوباية صغيرة، فلو هي كوباية شاي عندك كبيرة هتحطي نص كوباية زيت. هبتدي بقى انشف كده من اي زيت او من اي حاجة فيه، وتغطيه كويس جدا تتأكدي ان هو مفيهوش هوا. وكل يومين 3 كده تروحي قلب البرطمان بنفس الشكل. ما تنسيش الخطوة دي مهمة جدا اهو. تعالي بقى اقولك، لو انت عامله الزيتون وريم منك، لو المشكله دي واجهتك يعني، تعالي كده تشوفي هنعمل ايه مع بعض. ده الزيتون العزيزي انا عاملاه معاكم في القناه في موسمه يعني. قلت لكم مش هنفتح عليه دلوقتي. انا طبعا مع اللخمه بتاعت العيال والمسؤوليه والبيت وكده نسيته، وانا عارفه وانا شايلاه ان هو ناقص ميه، وقلت هزود بكره هزوده ميه. اما اخلص اللي في ايدي هزوده ميه. طبعا جينا بنفتح عليه لقيناه عمل الطبقه اللي هي الريم دي، لان الميه ما كانتش مغطيه لحد اخر طبقه. فانا قلت بالمره وانا بعمله اظبطه معاكم، فعشان برضو لو حد فيكم واجهته المشكله دي. دي حبه، انا كنت طبعا مولعه على كاتل ميه غلياه، ميه غليت وبردت، لازم تكون الميه بارده تماما. دي حبه الملح والعصفر اللي هما اتبقوا معانا، مش هرميهم طبعا. زودت عليهم حبه ميه مغليه تكون بارده، وهاخد برضو من اللي في البرطمان حبه ميه هضيفهم كده مع بعض. وبرضو الغلطه اللي انا عملتها ان انا ما قلبتش البرطمان، ان انا حطيته كده وسبته. لو خدت بالك في البطرمان من تحت هتلاقيه كده مرقد الملح بتاعه والحاجه بتاعته. انا كده زودت برضه اهو الميه، زودته معاكي اهو عشان لو حد فيكم قابلته نفس المشكله. هو ما شاء الله طعمه زي العسل اهو. بصي قلبه جميل جدا، بس هو كان ناقصه ان انا اقلبه او ان انا اعمله زي ما انت شفتي كده. الجزر مرقد تحت والحبه البركه وكل حاجه كانت مرقده من تحت، فانا ظبطته معاكي اهو، قلبته وزودته ميه. وبألف هنا وشفا.